هنبدأ الحلقة بتحدي صعب هنحارب فيه تعفن الدماغ. 1% بس من اللي بيتفرجوا هم اللي هيقدروا ينفذوه. اتحداك توصل للدقيقة 25 من الحلقة دي. كم مرة استنيت الأجازة كأنها نقطة تحول في حياتك؟ بتقول لما الصيف يجي هرتاح، هسافر، هتعلم، هقرا، هتمرن، وهعمل كل حاجة مأجلة. لكن فجأة تلاقي الصيف خلص. ولو سألت نفسك أنا عملت إيه في الشهرين دول، غالبا هتفتكر كام موقف والباقي كله اختفى. والغريب إنك لو رجعت بالذاكرة وأنت عندك 10 سنين بس، هتحس إن أجازة الصيف وقتها كانت طويلة جدا، كأنها سنة كاملة. فيا ترى إيه اللي حصل؟ يعني هل الزمن بقى أسرع، ولا إحنا أصلا إحساسنا بالوقت اتغير؟ والسؤال المهم، هل ممكن في نفس الشهرين أو الثلاث شهور دول من غير ما نزود يوم واحد نرجع تاني أجازتنا أطول وأمتع وتفضل فاكرها بعد سنين؟ الحقيقة إن العلم عنده إجابة في غاية الروعة، وفي الحلقة دي هنناقش كل ده بشكل تفصيلي. بس ما وعدكش إن إحنا هنتكلم عن أفكار تقليدية للأجازة، لكن هنبني في الحلقة مع بعض أجازة مدروسة علميا. هنعرف إزاي الراحة الحقيقية مختلفة عن إنك تقعد بس في البيت، وليه تعلم مهارة جديدة ممكن يكون أفضل استثمار تعمله في الشهرين 3 دول، وهل فعلا الطبيعة علاج مجاني للتركيز بتاعك والمودك. وبعدين هنجاوب على سؤال يمكن اول مره تسمعه، وفي الاخر هنحط خطه علميه للشهرين 3 بتوع الاجازه بحيث يكونوا افضل فترات حياتك تفتكرهم بعد كده. وكالعاده كل الكلام اللي هنتكلم فيه النهارده من ابحاث علميه موثوقه، ومن علم الاعصاب، ومن علم الصحه العامه. والحلقه دي برعايه كورسات بلس اللي هكلمك عنهم شويه كده. قبل ما نبدا الحلقه، الحاجه الوحيده اللي ممكن تدعمنا اننا نكمل ان المحتوى ده يجيلك بشكل مجاني هو انك بس تشترك في القناه وتساعدنا نوصل ل 500 الف مشترك قبل نهايه السنه، واحنا في الطريق مش فاضل كتير. المحور الاول اللي هنتكلم عنه في الحلقه دي، ايه هو مفهوم الاجازه اللي بتعيد بناء عقلك، او ذا ساينس اوف ريكفري. وخليني اسالك سؤال يا صديقي، كم مره حصل انك كنت مستني الاجازه شهور في وسط ضغطه الامتحانات والمراجعات والليالي الصعبه، ومتخيل ان اول ما تيجي الاجازه هتحس ان كل التعب اللي انت بتعدي بيه ده هيختفي؟ وفعلا جت الاجازه، واول يوم نمت 12 ساعه، تاني يوم قعدت على السوشيال ميديا، تالت يوم خلصت مسلسل، بعد كده بدات تحس بملل، وبعد اسبوعين بدات تحس نفسك مرهق رغم انك بطلت اصلا تبذل المجهود العنيف اللي كان وقت الدراسه. ولو انت طالب زي حالاتنا كلنا هتقول طب ما ده شعور حلو، ده دليل ان انا كده بستريح وان انا كنت مرهق او تعبان في فتره الضغط بتاعت الامتحانات، وتقول لنفسك ان انا لسه محتاج شويه من الاجازه. الغريب ان ده مش مجرد احساس، في الحقيقه ده سؤال حير علماء النفس لعقود من الزمن. ليه ناس بترجع من الاجازه وهم فريش وتحس انهم استريحوا فعلا، في حين ان مجموعه تانية من الناس ومش قليلين بيبقوا في وسط الاجازه واما يرجعوا منها اكتر ارهاقا من قبل كده؟ هل المشكله في عدد ايام الاجازه، ولا المكان، ولا السفر، ولا في طريقه الراحه نفسها؟ والمفاجاه ان العلم بيقول ان اغلبنا عنده مشكله في تعريفه للراحه. كلنا فاكرين ان الراحه معناها ان اقل مجهود ممكن للمخ، لكن المخ بتاعك مش بيشتغل بالطريقه دي. وده اللي ظهر في فرع كامل في علم النفس اسمه The Science of Recovery، او علم التعافي النفسي والذهني. وده الفرع اللي بيسأل سؤال واحد بس: كيف يستعيد الانسان موارده الذهنيه والعقليه بعد فترات الضغط؟ اصل الارهاق الحقيقي مش ارهاق عضلات، الارهاق بيكون استنزف مع الانتباه، مع التحمل في فترات الضغط، مع ضبط النفس، مع اتخاذ القرارات، مع فترات التركيز العنيفه. وده السبب اللي بيخليك طول اليوم قاعد على الكنبه بس برضه بتحس بارهاق. بس قبل ما العلماء يجاوبوا على السؤال ده كانوا محتاجين يفهموا هو ايه اصلا التعافي. هل التعافي هو النوم؟ هل هو السفر؟ هل هو قله الشغل؟ ولا في تعريف ادق احنا مش عارفين؟ والاجابه بدات تظهر واحده واحده مع واحده من اهم باحثات المجال ده، عالمه النفس الالمانيه سابن سوننتاج، استاذه علم النفس التنظيمي، واللي قضت سنوات من حياتها تدرس آلاف من الطلبة والموظفين عشان تفهم ليه في ناس بتستعيد طاقتها بشكل سريع، لكن في ناس تانية فترات الأجازة بترجعهم مرهقين أكتر. السؤال اللي بدأنا بيه المحور، وسؤالها كان بسيط: هل يمكن قياس الراحة بطريقة علمية؟ يعني بدل ما أخلي الموضوع سبجكتيف وأقعد أسأل الناس هل أنت فعلا بقيت مستريح، لا، ممكن احط مجموعه من العوامل لو قستها اعرف فعلا اذا كان الشخص ده استريح او لا. فلو كده كل مره عايز تريح اوفر له العوامل. السؤال ده على قد بساطته لكنه كلفها سنين من الدراسه والشغل لحد ما وصلت لنموذج تعافي خاص بيها هي، وده اللي هنشرحه دلوقتي. وده النموذج اللي غير مفهومنا للراحه تماما. وبدايه النموذج ده ظهرت سنه 2007. العالمه بتاعتنا وعالمه تانية اسمها شارلوت فيرتز ما كانوش عايزين يعرفوا السفر احسن ولا القعده احسن، ولا
ولا كانوا بيقارنوا واحد نام 10 ساعات وواحد نام 8 ساعات، كانوا بيسالوا ليه اتنين بياخدوا نفس عدد ايام الاجازه، واحد يستريح وواحد يرجع مضغوط اكتر. وده خلاهم يوصلوا لاستبيان معبر عن التعافي النفسي. مش بيسال الناس ارتحت ولا لا، عشان دي حاجه موضوعيه زي ما قلت سبجكتيف، كل واحد هيفسرها بطريقته، لكن كانوا بيقيسوا سلوكيات واحاسيس محدده جدا، واختبروا الاستبيان ده على 900 شخص. والنتيجه كانت مفاجاه يا صديقي، لقوا ان الراحه مش نشاط واحد، وان الراحه مش معناها انك تنام، ده بنهد الثوابت، والراحه مش معناها انك تسافر، والراحه مش معناها انك تقعد قدام التلفزيون. الراحه في نظريتهم عباره عن 4 حاجات، لو واحده منهم ناقصه في احتماليه كبيره انك ترجع من الاجازه وانت مرهق. واول عنصر فيهم اسمه السايكولوجيكال ديتاتشمنت، او الانفصال النفسي عن الشغل او المذاكره. لا خد لي بالك، ما قالوش عدم الشغل، قالوا الانفصال النفسي، والفرق بينهم كبير. ده شغل علماء، ركز معايا بقى. ليه الانفصال النفسي اهم من انك مجرد تاخد اجازه؟ عشان ممكن تكون في المصيف ورجلك في البحر، لكن مخك لسه في الشغل او المذاكره، كل شويه تفتح ميل، ترد على رساله، او تفتكر الاجتماع اللي بعد الاجازه. ولو انت طالب ممكن تكون خارج مع صحابك، لكن طول الوقت بتفكر في الامتحان اللي جاي او السنه اللي جايه او ايه المواد اللي هتاخدها. وفي الحاله دي جسمك خرج من الشغل لكن مخك لسه هناك، وده معناه ان ببساطه التعافي اصلا ما بداش. تاني حاجه موجوده في النموذج اللي هم حطوه الاسترخاء، الريلاكسيشن. شغل لي بقى اصوات ميه بتنزل وعصافير في الخلفيه وتعالى اسمع. هنا بنوصل لنقطه يا صديقي في كتير مننا بيتلخبطوا فيها. احنا اتفقنا ان اول خطوه ان لازم مخك يفصل عن الشغل او المذاكره، لكن هل ده لوحده كفايه؟ الاجابه لا، لانك ممكن تقفل اللابتوب وتحط الفون بتاعك على وضع صامت، لكن بدل ما مخك يرتاح تلاقيك مسحول بقالك 2 أو 3 ساعات في الريلز، او حتى بتتنقل بين 5 تطبيقات مع بعض. انت كده خرجت من حاله الشغل، لكن هل دخلت في وضع الاسترخاء؟ الاجابه لا. واللي الباحثين قالوا ان الاسترخاء مش معناه الكسل، ومش معناه انك ما تعملش حاجه، لكن معناه ان مخك بعد ما بعد عن الضغوطات بتاعت الشغل او المذاكره يدخل في حاله مستوى الاستثاره العصبيه بتاعتها قليل، يعني يخرج من وضع الطوارئ اللي كان موجود فيه طول اليوم، ويبدا يحس بس ان مفيش خطر، انه مش محتاج يكون مستعد طول الوقت، انه مش محتاج يكون قلقان طول الوقت حاجه تبوظ. النموذج الثالث اسمه الاحساس بالانجاز. هنا بقى يا صديقي هنوصل لاكتر جزء انت ممكن تستغربه في نموذج التعافي ده. في نظريه الكفاءه الذاتيه اللي الفها العالم ألبرت باندورا العالم الكندي، كان بيقول ان كل مره الانسان بينجح فيها في تحدي صغير ثقته في نفسه بتزيد، ولما ثقته في نفسه تزيد قدرته بقى على مواجهه الضغوطات تزيد. عشان كده الاحساس بالانجاز مش مجرد شعور لطيف وخلاص او رفاهيه، ده حاجه هترجعك للشغل او المذاكره بعد كده وانت عندك قدره اكبر على التحمل. وفي تجربه غريبه جدا كان بيعملها بيل جيتس، كان بيختفي اسبوع كامل في السنه في حاجه هو سماها سينك ويك او اسبوع التفكير، ياخد معاه عشرات الكتب والابحاث والتقارير ويبعد عن كل الاجتماعات والحاجات اللي فيها دوشه، ويقضي الاسبوع كامل في القرايه والتفكير. الهدف ما كانش انه يشتغل اكتر، لكن كان الهدف انه يدي لنفسه مساحه يتعلم فيها حاجات من غير ضغط اليوم العادي اللي هو متعود عليه. وبيل جيتس قال ان افضل واهم القرارات اللي اخدها في حياته اخدها بسبب الاسبوع ده، ودي الفكره اللي هنعتمد عليها. عشان كده فتره الاجازه ممكن تكون اكتر فتره هتطورك وهتديك فكره ممكن فعلا تغير حياتك. اما الحاجه الاخيره يا صديقي في القصه بتاعت العالمتين دول، الاحساس بالحريه والسيطره. اصل في فرق بين ان انت عندك وقت فراغ وانت هتختار تقضي وقت الفراغ ده ازاي. يعني ممكن يكون عندك يوم كامل فاضي لكن خلاله انت عمال تروح مشاوير لناس تانية، تنفذ طلبات ناس تانية، وفي اخر اليوم تحس انك لسه مستنزف. في المقابل لو عندك 2 ساعات بس انت هتشتغل فيهم بسيطره كامله على حاجه انت عايزها، هتحس بعدهم براحه اكبر بكتير مقارنه بالاستهلاك اللي في الناحيه التانية. وفي نظريه بتقول ان الانسان عنده 3 احتياجات اساسيه: الاحساس بالكفاءه، الاحساس بالانتماء، والاحساس بالاستقلاليه. ولما ال3 دول يتشبعوا رضا الانسان عن نفسه وقدرته على انه ينتج بيكونوا احسن. والاستقلاليه مش معناها هنا انك تعيش لوحدك او تعتمد على نفسك، لكن معناها يا صديقي انك تحس ان القرارات دي طالعه منك انت، مش مفروضه عليك. عشان تطلع بافضل راحه خلال فتره الاجازه كلها، الراحه ليها 4 جوانب: تفصل نفسيا عن الشغل او المذاكره، جسمك ومخك يدخلوا فعلا في حاله استرخاء، تعمل نشاط يحسسك انك بتتطور او بتتقدم، 4 يكون عندك الحريه الكامله تختار هتقضي وقت الفراغ بتاعك ازاي. اعملي ال4 حاجات دول هترجع بعد الاجازه شخص مختلف. لكن هنا يا صديقي في مفاجاه: هل لو انت عندك 2 شهر اجازه تقضيهم كلهم راحه، ولا في حاجه العلم بيقول انها ممكن تغير مخك حرفيا وتفضل فايدتها معاك لسنين بعد ما الاجازه تخلص؟ وده اللي هيخلينا ندخل على المحور الثاني: ليه افضل استثمار في الاجازه هو انك تتعلم مهاره جديده. لو سالت اغلب الناس ايه افضل حاجه اعملها في الاجازه، والله تسمع اجابات شبه اسافر، اخرج، اقعد مع صحابي،
اتفرج على فيلم، انزل اتمرن، كل دي حاجات ما فيهاش اي مشكله، بالعكس جزء منها ممكن يكون مهم جدا للتعافي اللي اتكلمنا عنه من شويه. لكن خليني اسالك سؤال تاني، بعد ما الاجازه تخلص ايه اكتر حاجه هتكمل معاك بعد الاجازه؟ يعني السفر هيخلص، وقت مشاهده الفيلم ممتع بس هيخلص، الفلوس اللي ممكن تعملها هتتصرف، حتى الذكريات ممكن مع الوقت تبهى. لكن في حاجه لو استثمرت فيها على مدار الشهرين دول ممكن فعلا تسيب فيك اثر ما يتغيرش، وهي انك تتعلم مهاره جديده. انا عارف انك اول ما تسمع الكلام ده يا صديقي هتحس ان ده كلام تنميه بشريه ومجموعه من الكليشيهات المكرره اللي بنقولها في بدايه كل صيف، لكن الحقيقه ان دي واحده من اكبر واقوى الحاجات اللي عليها ادله في علم الاعصاب. عشان كل مره انت بتتعلم فيها مهاره جديده مش بس معلوماتك بتتغير لكن مخك نفسه بيتغير. طب تقول لي تمام، انا اخترت المهاره، اتعلمها منين؟ ودي بصراحه واحده من الاسباب اللي خلتني سعيد ان راعي الحلقه بتاعت النهارده هو كورسات بلس، لان وجودهم في الحلقه جاي في مكانه الطبيعي. عشان ما ينفعش تكون مهتم بانك تطور نفسك وتطور شغلك وما تكونش تعرف كورسات بلس. عشان كورسات بلس منصه تعليميه بتجمع لك كورسات كتير في مجالات مختلفه في مكان واحد، سواء تتعلم مهاره تفتح لك فرص شغل او تطور نفسك في شغلك وحياتك. هتلاقي عليها كورسات في التصميم والبرمجه والاي اي والتسويق، المونتاج، الدراسه والهجره للخارج، وكمان تتعلم لغات زي الانجليزي والالماني والاسباني. اللي عجبني في كورسات بلس انهم مش مركزين على عدد الكورسات وخلاص، لكن مركزين ان الكورسات تبقى حديثه وعلميه وفي مجالات مطلوبه فعلا في سوق العمل. وكمان شويه من المدربين اللي موجودين على المنصه انا اعرفهم بشكل شخصي وبثق في المحتوى اللي هم بيقدموه. بس اكتر حاجه بحبها في المنصه انك باشتراك واحد بس طول السنه هيبقى عندك وصول لكل كورسات المنصه طول السنه، مش تروح تشتري كل كورس لوحده. وبمناسبه الاجازه عاملين كمان مبادرات للمشتركين في الاشتراك السنوي، يعني مثلا منها مبادره مجانيه عشان تتكلم مع نيتيف سبيكرز لو انت بتتعلم انجلش، وحاجات تانية بتتبعت لك على حسابك في المنصه. وكمان الدفع بقى متاح بطرق مرنه جدا، سواء تمارا او تابي في السعوديه، فوري او المحافظ الالكترونيه كلها في مصر. فالاشتراك السنوي هتلاقي كل الطرق اللي توصلك ليه، فعيش انت وشطارتك بقى. هتلاقوا لينك كورسات بلس في وصف الفيديو، وما تنسوش تستخدموا كود الخصم ده، مع ان بصراحه قيمه الاشتراك كلها بسيطه جدا من قبل الخصم. وحقيقي شكرا لكورسات بلس على رعايتهم للحلقه دي. يلا نكمل. لفترة طويلة جدا كان العلماء مقتنعين ان عند وقت معين مخ الانسان بيفضل ثابت ما يتغيرش، وان اللي بيحصل بعد البلوغ هو تدهور تدريجي لعدد ثابت من الخلايا العصبية. لكن مؤخرا ظهر مفهوم ثوري في علم الاعصاب، وهي النيوروبلاستيسيتي او المرونة العصبية. المخ طول العمر يقدر يكون اتصالات عصبية جديدة ويعيد تنظيم نفسه، وكل ده استجابة للتعلم والخبرة. سبحان الله. وده يقودنا لسؤال مهم جدا يا صديقي، هل الكلام ده مجرد نظرية ولا حد شاف التغيير ده فعلا جوه المخ؟ الإجابة كانت سنة 2000 لما انتشرت واحدة من أشهر الدراسات في علم الأعصاب. والسؤال اللي اتسأل في الدراسة دي، هل البشر أما يستخدموا جزء معين من المخ بعد فترة تركيبه بيتغير ولا لا؟ جابت مجموعة من سواقين التاكسي في لندن، ولو سألتني ليه اخترتهم اقول لك، ما اقولكش ليه. سواق التاكسي كان زمان قبل التطبيقات بتاعت جوجل مابس كان بيبقى حافظ مئات بل الاف من الشوارع وكل التفاصيل بتاعت الشوارع دي، وكان بيعدي باختبار اسمه اختبار المعرفة عشان يعرف يمارس الشغلانه دي، ياخد له من 2 ل4 سنوات من التدريب. الباحثه استخدمت تقنيه التصوير بالرنين المغناطيسي او الام ار اي. جابت بقى مجموعه من سواقين التاكسي دول وصورتهم، صورت المخ بتاعهم مقارنه بمجموعه بشر عاديين. تصدم معايا، لقت ان الجزء الخلفي من الحصين الهيبوكامبس، وده الجزء المسؤول عن الذاكره المكانيه والخرائط الذهنيه، كان اكبر عند سواقين التاكسي مقارنه بالمجموعه الثانيه. لا، ده كل ما زادت سنين الخبره كل ما حجم المنطقه دي زياده. وده معناه ان كل مره بتتعلم فيها مهاره جديده، لغه، عزف، مونتاج، تصوير، طبخ، انت مش بس بتضيف معلومات، انت بتدي لمخك طريقه يعيد بيها ترتيب نفسه. ودي اجمل حاجه في الاجازه، انك اخيرا حتى لو انت حابب تتعلم هتتعلم من غير الضغط بتاع الامتحانات، درجات، تقدير، مواعيد تسليم. بس في سؤال مهم جدا ممكن تكون سالته دلوقتي، هل في نوع من المهارات معين ممكن يكون مفيد اكتر اركز عليه لو انا عايز اطور من مخي؟ اول ما تسمع الكلمتين الجمال دول يروحوا يفتحوا 5 كورسات مع بعض. ما انا هطور من مخي، والله لا اطور من مخي. هتعلم 20 مهاره في الاجازه وهخلص 5 كورسات و7 كتب و3 لغات، وبعد اسبوع بيحسوا انهم افشل بني ادمين في الكون، وبينتهي بيهم الامر ان شهرين الصيف بيعدوا. واحده من اكتر الابحاث الملفته اللي مش اول مره تعدي عليا 12 سنه 2014، وكان بيقيس فكره هل لو انا بتعلم
حاجه سهله ده مفيد ولا ضار، ولو بتعلم حاجه صعبه ده مفيد ولا ضار. لقوا ان المخ لو المستوى بتاع الصعوبه سهل جدا، عارف لو انا جايب ايزي كده بلعب بلاي ستيشن جايب ايزي اسهل حاجه خالص، المخ هيمل بسرعه. ولو صعب المخ هيحس ان دي حاجه بيبذل فيها مجهود عنيف، فممكن يعمله مره اتنين بعد كده يكسل. لكن اكتر حاجه مثاليه حاجه سموها desirable difficulties او صعوبات مرغوبه، ان المستوى بتاع الصعوبه اللي انا داخل عليه في المهاره يكون اصعب بشويه من قدراتي. حته اصعب بشويه دي شويه دي الحته اللي فيها تحدي، ده الوضع المثالي للمخ انه يشتغل فيه ويحاول يبقى عنده القدره انه يحس بالانجاز اما يتخطاه. اللي هو انا هبذل كل حاجه واركز عشان اتعلم، وبعد ما اتخطاها احس بالانجاز. وده مهم، انك مش عايزك اول ما تمسك مثلا وليكن جيتار راح اتعلم راح اعزف واحس ان بعد اسبوع انا ما بقتش اشهر عازف جيتار في العالم يبقى انا كده شخص فاشل. او لو ما بقتش طليق في اللغه بعد ما اقعد شهر بذاكر لغه، قعدت شهر 30 يوم، عارف 30 يوم في 24 ساعه بكام؟ انا مش عارف طبعا. كل مره هتحط لدماغك هدف كبير قوي مقارنه بقدراتك، هدف غير منطقي، اعرف ان نهايه ده هيكون احباط. فمش دايما والله المشكله بتكون في الانضباط وان انت شخص غير ملتزم، انت في العادي شخص غير ملتزم، احنا متفقين على كده من زمان. بس مش دايما بيكون هو السبب ده، السبب ممكن يكون ان انت اخترت مستوى تحدي اصعب بكتير من قدراتك. وده خلينا نوصل لسؤال عملي جدا، لو عندك شهرين اجازه تتعلم فيهم ايه؟ في قاعده اهم من اسم المهاره نفسها، اختار مهاره هتستخدمها بعد الاجازه، مش مهاره عشان عندي قائمه كده من المهارات اللي انا بحلم ان انا اتعلمها فبعد ما اخلص الاجازه هقوم حاطط عليها علامه صح كده. لان اكبر سبب مش بيشجع الناس انها تتعلم مهارات جديده انها تتعلم مهارات مالهاش علاقه بحياتك، لكن المهاره لما تستخدمها كل اسبوع او هتستخدمها بعد اسبوع من تعلمك ليها هتحس ان في سبب منطقي انا بتعلم عشانه المهاره دي. فاحنا مش بنتعلم مهاره والسلام. وممكن واحد يجي يقول لي دلوقتي يا دكتور طب انا اقتنعت ان التعلم حلو في الاجازه بس مش عارف ابدا منين، وده سؤال في محله. لاول مره تقول حاجه صح، عشان احنا كلنا بنقع في المعضله دي وبنكون محتارين نبدا منين. كل يوم بنفتح اليوتيوب عشان نتعلم حاجه تلاقي 1000 واحد في 1000 فيلد مختلف يقول لك المهاره دي هي مهاره المستقبل. فخليني اوفر عليك الحيره دي واقول لك قائمه من المهارات وحسب ميولك انت انطلق في اي اتجاه فيهم. وقناعتي الرئيسيه لو في مهاره واحده بس اتقنتها وركزت عليها خلال فتره الاجازه هيكون ابرك بكتير زي ما بيقولوا من انك تقعد تتنطط بين 5 مهارات وفي الاخر بيفضل مستواك سطحي في ال5 مهارات. اول مجموعه مهارات هي المهارات اللي ممكن تزود فرص شغلك او دخلك، زي اللغه الانجليزيه. دي واحده من اهم المهارات لحد النهارده اللي هتفتح لك باب كبير جدا من الكورسات، ماتيريال علميه موجوده بشكل مجاني، ومن الفرص حوالين العالم كله. تاني حاجه مهاره استخدام ادوات الاي اي، مش مجرد تكتب لي برومت على شات جي بي تي، لكن تعرف تستخدم الادوات دي في التعلم والشغل وحل المشكلات وتنظيم المهام. اللي شاطر في ده دلوقتي بيطير. بعدها مهارات مكتبيه زي اكسل وجوجل شيتس والتعامل مع التحليلات والبيانات، ده عمره ما هيقدم. التسويق الرقمي، السيلز، البرمجه لو مهتم بيها رهيبه. تاني مجموعه مهارات هي المهارات اللي هتنفعك ايا كان الفيلد اللي انت هتشتغل فيه، زي مهاره الكتابه. اي حد فينا مهم جدا انه يبقى فاهم يحول الافكار ازاي لكلام مفهوم يقدر يوصل للناس. طب كتبت، مهاره التحدث والالقاء اقوله ازاي. مهارات تانية زي التواصل والاقناع والتفكير النقدي والبحث العلمي واداره الوقت. المجموعه الثالثه هي المهارات الرقميه، المونتاج والتصميم والتصوير وصناعه المحتوى. المجموعه الرابعه مهارات الحياه زي اداره فلوسك، الاسعافات الاوليه، الطبخ، القراءه بتركيز وفهم افضل، الكتابه السريعه على الكيبورد. دي مهارات بسيطه في تعلمها بس هتخدمك طول حياتك. مهارات مرتبطه بجسمك بصحتك زي السباحه، الجري، تحسين مرونتك وحركتك. لكن لو قلت لي رشح لي مهاره واحده وانا ما اعرفش اصلا مجالك ايه، هرشح لك واحده من ال5 دول. الانجليش، تستخدم الاي اي بذكاء، مهارات التواصل والالقاء، اداره فلوسك، واي نوع من انواع الرياضه. المحور الثالث يا صديقي العلاج اللي مش محتاج دكتور، قوه الطبيعه. خليني اسالك سؤال، اخر مره مشيت فيها وسط خضره او قعدت في بحر او اتمشيت حتى في جنينه من غير ما تستخدم موبايل كان امتى؟ ولو سالتك سؤال اصعب، اخر مره حسيت ان دماغك في الظروف دي بقت اهدى فعلا ومش منشغله لا بضغط ولا بتفكير كانت امتى؟ سؤال صعب. الغريب ان اغلبنا عنده قناعه كده ان الخروج في الطبيعه وان احنا نروح نشوف زرع وبحر دي رفاهيه او حاجه نعملها لو عندنا وقت بقى مش عارفين نوديه فين. لكن العلماء بيبصوا للموضوع بمنظور مختلف شويه. كالعاده بيصدعونا، هل الطبيعه مكان جميل ولا ليه تاثير حقيقي على المخ والنفسيه والهرمونات واستقبالنا للضغوطات؟ والحقيقه يا صديقي الفكره دي مش غريبه على اي حد فينا. يعني ربنا سبحانه وتعالى طول الوقت بيلفت انتباهنا، مش بس ان احنا نبص او نعتبر دي حاجه
كرفاهية، بل ان احنا نتأمل ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وبعد كده بيكمل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. الآية ربطت بين ذكر ربنا سبحانه وتعالى وبين التأمل في الطبيعة، وكأن التأمل ده مش مجرد بس استشعار للجمال، لكنه جزء من العبادة، جزء من معرفتك بربنا سبحانه وتعالى، وطريقة بيستعيد فيها الإنسان صفائه وترتيب أفكاره. وافتكرت آية كانت بتقول قل سيروا في الأرض فانظروا، يعني امشي وشوف وتأمل. معظمنا دلوقتي بيقضي ساعات على التليفون في ريلز وفيديوهات، لكن ربنا من 1400 سنة بيدعونا إن احنا نتأمل ونشوف الطبيعة، نبص للسماء والأرض والجبال والبحر. يمكن احنا نفسره من منظور إيماني ونقول إن كمان في ده ممكن يكون فيه حسنات وعبادة لله عز وجل، لكن العلماء بيفسروا من منظور علمي بحت. إيه مدى تأثير ده على صحتنا الذهنية؟ يعني الناس الفاضية دي قضت عشرات السنين بتحاول تدرس العلاقة ما بين الإنسان والطبيعة. هل أما تروح مكان فيه خضرة أو بحر وتقول أنا ارتحت، هل ده ليه أساس علمي؟ في نظرية استعادة الانتباه اللي أسسها العالمين كابلن بيقولوا إن انتباه البني آدم عبارة عن نوعين. انتباه اسمه انتباه موجه، وده اللي احنا بنستخدمه طول اليوم وانت شغال على مهمة محددة، مركز كل حاجة عشان تذاكر أو تشتغل أو تخلص تاسك وراك. وفي نوع انتباه تاني اسمه الانتباه التلقائي، وده بيشتغل أما تبص على منظر طبيعي أو تسمع صوت مطر أو تتابع موج البحر أو تشوف ورق الشجر. المناظر دي بتشد انتباهك بشكل هادي ومفهوش مجهود، وبالتالي بتدي فرصة للنوع الأول إنه يستريح وياخد فترة راحة. طيب لو في دراسات كتير جدا بتقول إن الطبيعة مفيدة جدا، يبقى السؤال المنطقي هو إيه اللي بيحصل جسمنا أصلا أما نكون في احتكاك مع الطبيعة؟ يعني إيه التغيرات البيولوجية اللي بتحصل جوه جسمنا؟ من أكتر الدول اللي اهتمت باتصال الانسان بالطبيعه كانت اليابان. عندهم مفهوم مشهور اسمه حمام الغابه او شينرين يوكو، معرفش بقولها صح او لا. اول ما تسمعها تفهم انك تروح تتمرن في الغابه ولا تعمل هايكنج ولا حاجه، لكن الموضوع ابسط من كده بكتير. الفكره انك تمشي بهدوء وسط الشجر من غير هدف ومن غير فون ومن غير استعجال، وتسيب نفسك تتفاعل مع المكان. الباحثين فعلا كانوا بيجيبوا مجموعه من المشاركين ويمشوهم وسط الغابه ويقيسوا الانماط الحيويه بتاعتهم قبل وبعد المشي. لقوا انه فعلا مرتبط بخفض ضربات القلب وخفض ضغط الدم، وبيقلل نسبه هرمونات الضغط زي الكورتيزول. وده بيفسر حاجه كلنا لاحظناها من غير ما كنا نعرف. اول ما نروح مكان فيه شجر كتير او قدام بحر بتحس نفسك اهدى من غير ما حد يعمل لك حاجه، لان جسمك يا صديقي مش بيتفاعل مع الطبيعه بعينيه بس، جهازك العصبي كمان بيتفاعل مع الطبيعه. المخ اخيرا كانه استقبل رساله بتقول له اطمن مفيش خطر، واول ما يستقبل الرساله يبدا يبطئ معدل ضربات القلب ويهدي ضغط الدم ويبدا مرحله التعافي. وفي حاجه جميله ان الطبيعه بتفكرك بحجمك الحقيقي. احنا ساعات من وسط الضغط بنحس ان المشكله اللي بتقابلنا هي اكبر مشكله في الكون، لكن لما تقف قدام بحر انت مش شايف اخره، او تبص للسماء بالليل، او تمشي في جنينه فيها اشجار من عشرات السنين، بتحس ان الدنيا اكبر بكتير من اللي شاغل بالك. ويمكن عشان كده ربنا سبحانه وتعالى كرر الايات اللي فيها دعوه للتامل. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. كأن الآيات دي بتخرجك من لحظة التفكير الضيقة اللي عمال تلف فيها كل يوم، لكن تخليك تهدى وتشوف الصورة الكبيرة، عشان وقتها الضغط اللي على كتافك ده هيهدى وهتاخد فعلا قرارات أحسن. المحور اللي بعد كده يا صديقي سؤال اتطرح عند العلماء: ليه الناس بتفتكر أجمل الذكريات مش أغلى الذكريات؟ لأن بالمنطق لو أنا معايا فلوس كتير المفروض أعيش ذكريات تعيش معاك عمر اطول، لكن في الحقيقه ده مش بيحصل. ولو انا طلبت منك دلوقتي تفتكر ايه احسن اجازه قضيتها في حياتك، غالبا هتفتكر ذكرياتك مع صحابك، ذكرياتك مع العيله وانت صغير، او حتى يوم بسيط اتقضى كده من غير ترتيب. ولو سالتك ايه سعر الاجازه دي غالبا مش هتفتكر. لكن لو قلبت السؤال وسالتك ايه اغلى سفريه انت سافرتها في حياتك، غالبا مش هتكون هي واحده من السفريات اللي انت لسه مفتكرهم دلوقتي. مع ان المنطق بيقول زي ما قلت لك ان لو في فلوس كتير معناه ان في صرف كتير، في ظروف منطقيه اكتر انك تتبسط وتستمتع وتبني ذكريات احسن. لكن علماء النفس اكتشفوا ان مخنا مش بيشتغل بالطريقه دي خالص. المخ مش بيحتفظ بكل لحظه عشناها ومش بيسجل حياتنا زي كاميرا فيديو. لو كان كده كان زماننا مفتكرين كل التفاصيل اللي بتحصل في يوم. لكن المخ بيختصر، تقول بينتقي، بيختار وبيقرر ايه يستحق فعلا يفضل في الذاكره وايه هيتمسح مع الوقت. السؤال ده شغل واحد من اشهر علماء النفس واللي اخذ جائزه نوبل، دانيال كانمان، واللي كان بيسال سؤال مع مجموعه من الباحثين وهم قاعدين على قهوه الباحثين كده: هل لما الانسان بيفتكر تجربه معينه هل بيفتكرها زي ما حصلت ولا في طريقه تانية المخ بيقيم بيها التجارب؟ ووصلوا لقاعده اسمها
قاعدة القمة والنهاية. الفكرة ببساطة إن مخك أما يجي يفتكر تجربة عدت عليك، خروجة، سفرية، حفلة، أو حتى يوم عادي، مش بيركز في كل التفاصيل، لكن بيركز على حاجتين أساسيين: أقوى حاجة حصلت في التجربة وآخر حاجة انتهت عليها التجربة. والغريب إن الحاجتين دول ممكن يغيروا شكل التجربة تماما في الذاكرة بتاعتك حتى لو باقي الوقت كان مختلف. وده يفهمك أما تيجي تفتكر أي تجربة عدت عليك في حياتك، مخك مش بيحسب متوسط عدد اللحظات اللي حسيت فيها بحاجة كويسة أو حاجات وحشة وبعد كده يفكرك بالتجربة على بعضها كان شكلها عامل إزاي، لكن هيفتكر أقوى لحظة عدت عليك في التجربة وهيفتكر لحظة النهاية. عشان كده ممكن رحلة مدتها أسبوع كامل تفتكر بس لحظة غروب كانت جميلة، أو موقف ضحكت فيه مع صحابك، أو آخر يوم بس قبل ما ترجع، وكل الباقي يتنسف. والعكس صحيح، ممكن تقضي أجازة حلوة تبقى مبسوط بيها وآخر يوم يحصل مشكلة، كل حاجة هتتنسي وهتفتكر المشكلة. وده يا صديقي اللي لازم يغير عندك نظرتك للأجازة. عشان ساعات أنا مثلا هسافر فأبدأ أقول عشان أسافر لازم أقعد في أفضل فندق وأسافر بأفضل طريقة مواصلات، وفاكر إن ده هو اللي هيخلي الأجازة بقى. ما حصلتش. لكن العلم بيقول إن الحاجات اللي هتفضل معاك لا سعر الفندق ولا منظر الأوضة ولا السفرية، هي التجربة نفسها، المغامرة اللي هتعملها لأول مرة، غروب شمس قعدت تتفرج عليه مع حد بتحبه، أو قعدة ضحك بين صحابك، أو حتى موقف بسيط ممكن يحصل بالصدفة. وعشان كده لو بتخطط لسفرية أو عايز تتبسط في الأجازة، ما تفكرش في حسبة هتصرف كام، بس فكر إيه المغامرة أو الحاجة اللي أعملها هتبني ذكرى هفضل فاكرها بعد 10 سنين. لأن الذكريات مش الماديات هي فعلا أفضل استثمار هيعيش معاك في الأجازة. المحور الخامس يا صديقي هو الهوايات، السلاح السري اللي ممكن تستثمر فيه ويحسن حياتك كلها. الهوايات زمان كانت تعتبر رفاهية أو مضيعة للوقت، لكن مؤخرا العلماء بدأوا يبصوا للموضوع بنظرة مختلفة. يعني آخر 20 سنة كل الدراسات ماشية في اتجاه إن الهوايات ممكن تكون واحدة من أهم الحاجات اللي هتحافظ لك على صحتك النفسية ويمكن كمان الجسدية. والسؤال اللي شغل الباحثين كان بسيط جدا: ليه شخصين عندهم نفس الشغل تقريبا واحد منهم بينهار أسرع من التاني؟ هل عدد ساعات الشغل ولا في حاجة بتحمي الإنسان من انه ينهار بسرعه تحت الضغط؟ اهو واحده من العلماء اللي اشتغلت على القصه دي سون تاج اللي قلناها في اول الحلقه. خلصت التعافي وراحت للهوايات، لقت بعد دراسات ان الناس اللي بيمارسوا هوايات بعد الشغل او المذاكره بيكونوا اقل عرضه للاحتراق النفسي وراضيين اكتر عن حياتهم. طب ليه الهوايات مختلفة عن اي حاجة تانية او اي نشاط تاني بعمله؟ يعني ليه رسم ولا عزف ولا نجارة ولا طبخ ممكن تعمل تأثير ما بيعملوش ساعتين قاعد فيهم قدام التلفزيون؟ الإجابة الأولى لأن الهواية بيتحقق فيها 3 من الأربع حاجات اللي احنا قلناهم في أول الحلقة: بتفصلك نفسيا عن الشغل او المذاكره، بتديلك احساس بالانجاز، غالبا انت بتختارها فبتديلك احساس بالحريه والسيطره على وقت، لا وكمان ليها تاثير على ماده المخ نفسها. وعشان يدرسوا ده بداوا يستخدموا اجهزه تصوير المخ ويقارنوا بين الناس اثناء ممارسه هوايات مختلفه، والنتائج كانت مدهشه. لقوا ان المخ اثناء ممارسه هوايه بيحبها بيشتغل بشكل مختلف تماما عن الشغل او حتى الراحه السلبيه، وده اللي سموه بحاله التدفق، فلو. واحد باحث قعد يسأل رسامين وموسيقيين وجراحين ورياضيين ولاعيبة شطرنج، الناس كانت بتحكي عن لحظات وهم بيرسموا وهم بيعزفوا وهم بيلعبوا رياضة، فجأة لو 4 ساعات عدوا وكأنهم 10 دقايق. بيوصفوا انهم نسيوا الاكل حتى، ما كانوش حاسين بأي حاجة حواليهم وما كانوش بيفكروا في أي مشاكل. وده اللي وصلوا له في نظرية التدفق أو فلو. وانت ممكن تكون عشت الحالة دي من غير ما تعرف اسمها، وانت بتحل مسألة مستمتع بيها، بتمنتج فيديو، بتلعب كورة، أو بتقرأ رواية اندمجت معاها ومش قادر تسيبها. وعشان تدخل في حالة الفلو دي لازم يكون في شرطين: أول شرط النشاط ده يكون فيه تحدي، يعني مش سهل لدرجة إنك تزهق ولا صعب لدرجة تحبطك، والشرط التاني مستواك في المهارة يكون قريب من مستوى التحدي. واحدة من أشهر الدراسات اللي اتنشرت في نيتشر ميديسن سنة 2023 اتعملت على أكتر من 93 ألف شخص في 16 دولة. ركز في الأرقام. لقوا إن الأشخاص اللي عندهم هوايات بيمارسوها بانتظام كانوا أكتر رضا عن حياتهم، أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب، وأعلى في شعورهم بالصحة وجودة الحياة، على اختلاف أعمارهم وحالتهم المادية وطبيعة الوظائف. ومهم نقول إن أنا بقولك إن في أكتر من فاكتور أما اتدرس وثبتنا العوامل التانية اكتشفنا إن هو بيأثر على حياة البني آدمين. ده معناه إيه؟ إن أنا لو بسعى إن أنا أكسب أكبر قدر ممكن عشان أأثر في حياتي في فتره مثلا زي فتره الاجازه اللي بنتكلم عليها، هاخد حته من ده وحته من ده وحته من ده. مفيش حاجه واحده بس لو طبقتها هي تكون الحل السحري. الحل السحري هو اننا نكمل كل الزوايا دي اللي اتدرست واثبتت علميا على حاجه تناسبني انا وتكمل بعضها.
تمام. طب لو انا ما عنديش هوايه اعمل ايه؟ ازاي اعرف الهوايه اللي بحبها؟ ممكن اكبر غلطه بنعملها واحنا بندور على الهوايات ان احنا نسال ايه افضل هوايه، مع ان السؤال الصح ايه افضل هوايه بالنسبه لي انا، عشان ما فيش هوايه سحريه هتنفع لكل الناس. اللي بيستمتع بالرسم ممكن يزهق من العزف، اللي بيعشق الجري ممكن يمل من القرايه. فالسر مش في نوع النشاط اللي هتعمله، المهم انه يدخلك في حاله التدفق ويخليك مستمتع بكل لحظه بتعملها فيه. طب اختار ازاي؟ محتاج اسال نفسي 4 اسئله. هل الهوايه بتخليني مستمتع وانا بعملها، ولا ببقى مستني انها تخلص؟ كل مره بعملها بحس ان بايد احسن حتى ولو 1%؟ هل ممكن امارسها بشكل مستمر بدون تعقيد او تكلفه كبيره؟ مش عايز هوايه اعملها مره كل 6 شهور. هل الهوايه دي بتخليني انسى الوقت؟ طب ابدا بايه؟ انا ممكن ارشح لك تجرب في كل نشاط حاجه. ما حققلكش ال4 اسئله دول، جرب في الحاجه اللي بعدها. يعني مثلا هوايه بتحرك جسمك، مشي، جري، ركوب عجل، سباحه، بدل. هوايه بتحرك عقلك، قرايه، تعلم لغه، شطرنج. هوايه بتطلع ابداعك، رسم، تصوير، كتابه، او اشغال يدويه. وعشان واحده من اكتر الحاجات اللي انا بتسال عليها كتير بما انها ممكن تبني العقليه او تديك وعي، هي القرايه. فكتير قوي ما بيبقاش عارف انا ابدا منين او ايه الترشيحات اللي ممكن تفيدني فعلا في القرايه. فدول ترشيحات لكتب ممكن تبدا بيها. فلو كل كتاب عظيم من دول بيجاوب على سؤال معين، فدول 7 اسئله. عايز تعرف ليه بتنام؟ واي وي سليب او لماذا ننام بتاع ماتيو ووكر. عاوز تعرف ازاي تركز في العصر بتاع المشتتات؟ ديب وورك او العمل العميق. عايز تعرف مخك بيشتغل ازاي؟ Thinking Fast and Slow، التفكير السريع والبطيء. عايز تعرف تعيش وقتك ازاي؟ 4000 weeks، 4000 اسبوع. الحاجات دي كلها تتجمع ترجمه عادي، وقرايتها بالانجلش مش دايما اللغه فيها هتكون صعبه. طب عايز تعرف ازاي تتعامل مع الفلوس؟ Psychology of Money او سيكولوجيه المال. عايز تعرف توقعاتك عن نفسك بتاثر على حياتك ازاي؟ The Expectation Effect، تأثير التوقعات. عايز تعرف تعيش حياة حلوة ازاي؟ The Happiness Hypothesis أو فرضية السعادة. المحور الأخير في الحلقة، ازاي استغل فترة الأجازة دي عشان أغير حياتي. بعد كل اللي اتكلمنا فيه النهاردة، ممكن تكون دلوقتي متحمس جدا تمسك ورقة وقلم وتكتب 20 هدف للأجازة. هتعلم لغة وهقرأ 20 كتاب وهروح الجيم وهصحى الفجر وهتعلم مونتاج وهبدأ مشروع وهبدأ سوشيال ميديا. وبعد أسبوعين أنت مش هتعمل كل حاجة من اللي أنت كتبتهم دول. فاسمع المفيد. في مشكلة اسمها intention behavior gap، يعني الفجوه ما بين النيه والتنفيذ. يعني حاجه الانسان مقتنع بيها وناوي يعملها بس في الاخر ما بينفذهاش. ودي ظاهره علميه موجوده واتعمل عليها دراسات كتير. واللي هيجاوب او هيحل لنا المعضله الجميله دي كتاب اتوميك هابتس اللي انا بحبه جدا، وجمله بحبها جدا فيه بتقول you do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. يعني انت مش بتطير للليفل بتاع الاهداف بتاعتك، انت في الاخر بتقع لمستوى النظام اللي انت عايش بيه حياتك. فلو نظام حياتك ده بيساعدك توصل هتوصل، ولو نظام حياتك ضدك عمرك ما هتوصل حتى لو كنت في اقوى لحظات حماسك في التاريخ. طب ايه النظام اللي ممكن اغير بيه حياتي فعلا في الاجازه؟ اغلب الناس بتبص للاجازه على انها 60 يوم، لكن علماء السلوك بيقولوا ان المخ بيتعامل احسن اما بنقسم ده لفترات اصغر. ومع الاحساس بالتقدم المستمر زي ما قلنا، ده هيديك حماسه في الفتره اللي بعدها وهكذا. فخلينا نقسمهم، لو هم شهرين هنقسمهم ل4 مراحل، كل مرحله هتاخد اسبوعين. طب لو هم 3 شهور، كل مرحله هتاخد 3 اسابيع. واما تعمل كده هتفهم ان هي بتبقى كانها لعبه، مش 60 يوم هيعدوا بسرعه، ولا 60 يوم هبص لهم من بعيد احس ان هم كتير. هو لعبه ليفلز، كل ليفل بيحاول يقربني اكتر من النسخه اللي انا بحاول اتعلم فيها الحاجات اللي انا عايزها. لو انا مكانك يا صديقي، في اول اسبوعين لا هبدا لا بالانجلش ولا بالجيم ولا بقرايه الكتب، انا هبدا بالنوم. النوم، لان النوم مش مجرد عاده، النوم هو اساس كل حاجه هتتبني عليه، لانه مرتبط بالانتباه والذاكره والتعلم واتخاذ القرارات ومزاجك وتنظيم المشاعر وحتى الاداء الرياضي. فاول هدف في اول اسبوعين بسيط جدا، هثبت ميعاد نوم وميعاد صحيان. مش مهم عدد الساعات، بس المهم المواعيد تبقى ثابته. دي اول حاجه هتظبط عليها بعد كده النوم. ولو عاوز تفهم اكتر ارجع لحلقه النوم اللي موجوده على التشانل. الخطوه رقم 2، اما النوم يستقر هنضيف الرياضه، ومش لازم 5 ايام في الاسبوع. كل الدراسات الحديثه بتقول ان 150 دقيقه في الاسبوع كافيين جدا انك تعيش بيهم حياه رياضيه. يعني نص ساعه 5 مرات في الاسبوع، او تقسمها بالطريقه اللي انت عايزها، هم 2.5 ساعات قسمهم زي ما انت حابب. الهدف هنا مش انك تبني فورمه في اسبوعين بس، الهدف انك تبني عادات تستمر فيها بعد الاجازه. لان الشخص اللي بيتمرن 3 ايام في الاسبوع لمده سنه افضل بكتير من شخص هيقرر يتمرن 6 ايام في الاسبوع لمده اسبوعين او 3
ويوقف. الاسبوعين اللي بعد كده هتبدا الاستثمار في عقلك، وهنختار مهاره واحده بس. انا قلت لك في الجزء بتاع المهارات 5 ترشيحات، منهم الانجليش والاي اي والتواصل وغيرها. اختار واحده بس منهم مش الخمسه، وخصص من 30 ل 60 دقيقه كل يوم تتعلم فيهم المهارة دي. والأهم من عدد الساعات هو الاستمرار. انت بتعود نفسك على نمط عايز تغير بيه حياتك، تعيش بيه اصلا بعد الاجازه. فانك توزع على ايام اكتر افضل بكتير ان اخلص كم كبير في يوم وتاني يوم ما اشتغلش وهكذا. اخر اسبوعين هتركز فيهم على العلاقات وعلى انك تعمل حاجه تفضل فاكرها بعد كده. يعني كلم صاحب قديم ليك، اقعد مع اهلك من غير اي فون او مشتتات، اعمل رحله ولو يوم واحد لو مش هتعرف تسافر اكتر، تطوع في نشاط ما يكون فيه بشر وبني ادمين، او اعمل مشروع مثلا صغير انت كنت مأجله على جنب. جوده العلاقات الاجتماعيه حسب الدراسات واحده من اكتر الحاجات اللي بتخلينا راضيين عن نفسنا وعن حياتنا، وده ظهر في واحده من اشهر الدراسات اللي اتنشرت في هارفارد، واللي استنتجت ان العلاقات الكويسه من اقوى المتنبئات بالسعاده والرضا عن الحياه. ولما تخلص الاجازه عايزك تسأل سؤال واحد بس، مش انا خلصت كام كتاب، ومش انا خسيت كام كيلو، ومش انا خلصت كام كورس، لكن الشخص اللي انت عايز توصل له هل اتحسنت في الوصول ليه ولو بنسبة 1%؟ لو كانت الإجابة دي يبقى كده الأجازة نجحت، حتى لو ما حققتش كل الأهداف اللي انت كتبتها بعد ما شفت الحلقة دي. واحدة من الأدوات اللي ممكن تعتمد عليها وتغير حياتك في الرحلة دي كلها هي نوت بوك عقلية. النوت بوك دي مصممة بناء على دراسات بحثية كتير عشان تغير حياتك وتطور من عقليتك في أهم 6 جوانب في الحياة، وتقدر تستخدمها لمدة 90 يوم، فهي مناسبة جدا لفترة الأجازة. هي موجود منها نسخة السوفت كوبي دلوقتي بسعر بسيط جدا، متوفر منها نسخة أبيض وأسود، وعملنا كمان نسخة للبنات تقدر تشتريها من الرابط اللي موجود في وصف الفيديو. وأخيرا يا صديقي، وأنا بحضر الحلقة دي اكتشفت حاجة غريبة جدا، ان احنا غالبا بنتعامل دايما مع الاجازات على انها فرصة اننا نهرب من ضغط الشغل والمذاكره ونستنى تخلص عشان نرجع لحياتنا الطبيعيه. لكن بعد ما قريت عشرات الابحاث العلميه وبصيت في كتب كتير وانا بحضر النهارده، بقيت شايف ان الاجازه ممكن تكون اهم فتره في السنه، الفتره الوحيده اللي عندك فرصه تبعد وتبص من بعيد وتشوف نفسك انت رايح فين فعلا. طول السنه عمال تجري، بس هل انت بتجري في الاتجاه اللي انت عايزه عن نفسك ولا ماشي في اتجاه غلط ومش واخد بالك؟ فاتمنى لو خرجت بالحلقه دي بحاجه تخرج مش انك تغير وتطور وتعمل، بس على الاقل تبقى فاهم انت رايح فين. الاجازه ممكن تكون فرصه تكون اهم فتره في حياتك فعلا، فرصه تبني مهاره، تعلم عاده، تكتسب العقليه اللي تطور بيها من نفسك طول الوقت. واخيرا عايز اختم الحلقه دي بختام مختلف يشجعنا ان احنا نكسبرس، وهتلاقيني مجاوب على السؤال ده في اول تعليق. لو هتحتاج حاجه واحده بس تغيرها في الاجازه هتغير ايه؟ والسؤال الاهم هتغيرها ليه؟ اتمنى تكون الحلقه دي مصدر الهام لحد تاني يحاول يشوف الاجازه بشكل مختلف ويستغلها، وتكون بدايه لتغيير يحصل في حياته في المستقبل ان شاء الله. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لنا لايك وتشير الحلقه مع صحابك عشان الدل على الخير كفاعله، وحتى نلتقي في حلقه اخرى اتركك في رعايه الله وامنه. السلام عليكم.